اهلا بيكم مرة تانية. اهلا بيكم. النهارده حاسس ان انا راضي شوية عن نفسي، راضي عن حالتي النفسية وراضي عن حالتي المزاجية. يعني الدنيا تمام الحمد لله معايا، مش حاسس ان انا مضطرب ولا متضايق ولا مخنوق ولا الحاجات دي كلها. وفي نفس الوقت برضو يعني على اليوتيوب الدنيا تمام، يعني مفيهاش حاجة مزعجة ولا حاجة بتحصل يعني مضايقاني وكده. في نفس الوقت يعني متحمس ان انا اعمل حاجات تانية واوريكم حاجات انا ما وريتهالكوش قبل كده، ولا يعني ما خليتكوش تشوفوها قبل كده. كده احسن، كده الصورة كده افضل كده. ف فدي حاجة يعني مبدئية كده، علشان ايه؟ عشان اغير شوية المكان اللي انا بصور فيه، وفي نفس الوقت برضو اغير مزاجيا علشان الدنيا ما تبقاش ثابتة وكده. انا مع ليلة التدخين طبعا، بس دي حاجة يعني بتعوضني عن السجاير وكده، عشان انا كنت من فترة يعني كده كنت مدخن شره. فدي خلتني ان انا ايه، ما اتدخنش. اللي انا بتفرج عليها، البنت اللي انا بتفرج عليها دي عايشة في دهب، فالموضوع عندها شوية يعني جذاب شوية. احنا عندنا هنا في القاهرة الموضوع قاتم شوية. ف... فمش عارف، ممكن يكون القاهرة برضو فيها ناس محبين. يعني ممكن مثلا الناس اللي في دهب مثلا تحب ان هي تتفرج على اللي في القاهرة، والناس اللي في القاهرة تحب تتفرج على اللي في دهب كده يعني. فمش عارف هل القاهرة يعني مكان جذاب للناس، والناس تتفرج يعني على ناس بتعمل فلوجينج على اليوتيوب من القاهرة، دي حاجة جذابة، ولا مجرد بس انهم يحبوا البحر ويحبوا الحاجات اللي هي الساحلية دي تبقى اكتر جذابة يعني على اليوتيوب. ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ انا اكتشفت حاجة يعني خبر، يعني مش خبر، هو حاجة شفتها كده ومش عارف دي حاجة كويسة ولا وحشة، بس يعني انا شايف ان هي حاجة غريبة شوية. الوقت بيجري بسرعة، فانت لو انت او انتي حاسين ان اللي بيحصل ده حاجة غريبة، الله اكبر الله العظيم، ده الفكرة. ف لو حاسين ان دي حاجة غريبة، لا دي مش حاجة غريبة، دي حاجة او حاجة منبهة ان انتوا يعني تستيقظوا او تصحوا لأحلامكم او لأفكاركم او لحياتكم، علشان الوقت بيجري. لازم تعملوا حاجة، لازم تلاقوا حاجة تنفذوها في حياتكم، لازم تلاقوا حاجة تفتخروا بيها، لازم تلاقوا حاجة تديكوا امتنان لنفسيكم في الحياة، لازم تلاقوا حاجة تحسسكم ان انتم عايشين. انا مش تنمية بشرية، ولكن انا حاسس ان انا عايز اقول الكلام ده. الوقت بيجري بسرعة. عايز اقول رأيي في حاجة لاحظها وشفتها، مش عارف ده مكان مناسب اللي انا اقوله ولا لا، هو الفلوجينج وكده في وسط الفلوج كده، ولكن دي حاجة انا لاحظتها. مش كل حاجة يا جماعة، يعني بنات اللي هم فنانين او الفنانات قصدي، اللي هم عايزين يطلعوا وعايزين يتشهروا وعايزين يتعرفوا، مش شرط ان هم يلبسوا هدوم من غير هدوم. عادي، ممكن الواحد يبقى فنان ويبقى كويس، ولكن يبقى كويس يعني ينجح وهو
مهندم ولابس لبسه كاملا. مش لازم يعني تعملوا عشان تتشهروا علشان تتعرفوا تقلعوا هدومكم يعني. بس كده، دي حاجة أنا كنت حابب إن أقولها، ومش عارف ده مكان مناسب ولا لأ، بس أنا قلتها. صباح الخير، عاملين ايه؟ النهارده يوم جديد وانا لسه ما نمتش ومش عارف انام، مش عارف هطبق ولا انا هنام دلوقتي ولا انا اعمل ايه بالظبط. بس انا يعني آه كنت هنام وكده، بس معرفتش، قلت بقى ايه اصور حاجه واتكلم معاكم يعني وكده. يعني عامله مغيمه شويه بس يعني تمام. كنت عايز اقول لكم، كنت اليومين اللي فات دول كنت عايز البس الكاب بتاعي. عندي كاب اسود كده لطيف لذيذ، كنت عايز البسه وانا بتكلم وكده، فالبسه يعني المره الجايه ان شاء الله يعني. المهم يعني ان انا سبب، كنت انا هحكي لكم حكايه يعني كده. سبب رفضي ان انا ملبسش الكاب وكده، الكابات والايس كابات ومش عارف ايه، فانا كنت بحاول احافظ على الهويه المصريه. وقلت الحاجات دي كلها مدخلات اجنبيه ومدخلات غربيه. فاكتشفت يعني الموضوع منفعش، والموضوع طلع اكبر مني، والموضوع مش سهل يعني. وغير كده كمان يعني ما يعني من غير دخول في تفاصيل يعني. فدي يعني حاجه كده ايه قلت احكيها لكم يعني ايه، بما ان انا لسه ما نمتش وكده. المهم ناموا كويس، وان شاء الله كل شيء هيبقى كويس معاكم ان شاء الله. مع السلامه لحد كده. صباح الخير. صحيت من النوم، الصح من النوم دلوقتي ما كملتش يعني كام ساعه، بس يعني كده كويس. انا نمت الساعه 8 الصبح، وصحيت دلوقتي الساعة 1 أو الساعة 2، لا الساعة 1 وشوية. وده كويس عشان أعدل يومي، عشان يومي كان متشقلب وكده، فده هيبقى كويس بالنسبة لي إن أنا ايه يومي يكون معدول وكده. الجو حلو النهاردة، وعادة بيبقى يعني كل يوم الجو بيبقى حر شوية والدنيا شمس النهاردة والجو لطيف. وعادة بيبقى الجو بيبقى حر قوي، بس اليومين دول كويس ان هو بقى الجو بقى لطيف يعني. ودي حاجة كويسة ان انا النهاردة عشان عملت يومي كده، فده هيبقى حاجة كويسة بالنسبة لي يعني، ان انا ايه اقضي وقت الصبح بدري وانا في مود كويس عشان الجو كويس. وبكده وصلنا لنهاية الفلوج، واديني اهو لبست كمان الكاب. مش عارف انتوا شايفينه كويس ولا لا، وعايزكم تقولوا لي ايه رايكم يعني، هو شكله حلو ولا لا وكده انا خلصت الفلوج هنا. وانا بصراحه استمتعت جدا بالفلوج ده، ويعتبر يعني احسن فلوج. انا حاسس ان انا بديله اعلى ريت بين الفلوجات اللي انا عملتها اللي فاتت كلها. شكرا ان انتوا اتفرجتوا لحد هنا، واتمنى ان انتوا تكونوا في احسن حال واستمتعتم وتكونوا كويسين. شكرا.